المرأة الذي عطلت وزن كامل في أكبر منظمة في العالم وخلت إيليا تابوريا يقول على إسلام وحبيب أنا راح أدعس راس إسلام، ولو حبيب فكر وطنت في راسه راح أدعس راس حبيب كمان. إيليا تابوريا زوجته تدعي إنه هو عنفها وضربها، مع إنها كانت تقول إذا في أحد حينضرب أو حينجلد مستحيل حيكون زوجي، لأنه زوجي هو الجلاد، زوجي اللي دائما يجلد الجميع. والآن زوجي هذا اللي تقول عليه يا خوي هي رافعة عليه قضية انه تاخذ نص املاكه. فالحلو هذا بعد ما سحبت عليه الحلوة هذه، ما انا قلت على الحلو قبلها يعني لا احد يجينا على الحلوة، الزبدة بعد ما سحبت عليه زوجته يا اخوان بدأ يعطل في الوزن. طبعا اللي عارفين إيليا تابوريا هو بطل الوزن وقاعد يستنى اسلام بشمعة، فطبعا الادمي صار جدا عنيف، عطل الوزن وطلع امس في تصريح قال لك اسلام لو يبي يتضارب معايا انا راح اجلده قدام حبيب، وحبيب لو طنت في راسه وطلع القفص راح ادعس على راس حبيب كمان. فانا اقول يا إيليا تابوريا تخارج من المشكله اللي انت فيها اول، لانه الصراحه يا اخوان حبيت ولا كرهت إيليا تابوريا يا اخوان من يوم ما جاء اليو اف سي ولعها الماتادور. الادمي عنده شعبيه جارفه، وكلنا طبعا قاعدين نستنى القتال هذا اللي حيكون واحد من اقوى القتالات في التاريخ في البيت الابيض، لكن الظاهر انه مشاكله الزوجيه حتمنعه من الموضوع هذا، لانه إيليا تابوريا المفروض يا اخوان يسحبوا منه الحزام والله، لانه عطل كل الوزن ومو راضي يدافع عن حزامه بسبب مشاكل شخصيه، مو بسبب مشاكل اصابه او شيء زي كذا. زبده الموضوع بين اي زوجين ممكن يصير مشكله، لكن اللي سوته زوجة إيليا تابوريا يا اخوان والله كريه من جد. اللي قالوا له في احد يتعرف على زوجته في ميامي هي شيل إيليا تابوريا ابلع. يوم من الايام كانت معاه تمام، فجأة كذا ختلت به. اسمع انا والله ابغى اتطلق، الادمي هذا يضربني والادمي هذا يعنفني والادمي هذا عندي فيديوهات عليه لو انشرها حجيبه ورا. يا ما تهديها يا بنت الناس، الولد كويس ما ابو شيء، هو يبي ياخذك على القمه، قال انا باخذ على القمه لكن في ناس ما يبي يطلعوا معاي القمه، وكان يقصد زوجته طبعا، لكن الظاهر انها مو بس ما تبي تطلع القمه يا خوي، الزبده تبي تحبسك البنت. فالله ايش اقول فيك، الحرمه هذه يا اخوان سببت الان في عطل للجميع. الموضوع الان يبغى له يا اخوان مصلح اجتماعي، اذا تبي تصلحوا ولا شيء كلموني